هذه مكتوب ما مكتوبه لنا كنادي. الحمد لله نحمد الله ونشكره مشان الفريق قدم اداء كويس. تعرف يعني يمكن احنا يعني اما بالموضوع ان الفريق اتوج بالبطوله الكبيره اللي هي بطوله الدوري، وانا اتوقع انه هي البطوله الاولى في اي ما كنا نتمنى اليوم ان احنا ونطمح ان احنا نحقق هذه البطوله الغاليه علينا، لكن ربنا ما وفقنا الحمد لله على كل حال. كلنا كسبنا اليوم والسلام على الملك سلمان. نتوقع يعني كنا نتمنى ان احنا يعني كمان نحقق الكاس، لكن الحمد لله على كل حال. شاهدتك متوتر واثناء دخولك الى منطقه غرفه الملابس. لا ما في، بالعكس ما في توتر. يعني انت خسران كاس طبيعي انه بيكون يعني انك انت ما حتكون يعني سعيد. الحمد لله كذا يعني تعب وكانت بين يدنا، لكن الحمد لله على كل حال. تكررت حادثه هي تعال بينك وبين احد لاعبي الهلال قبل قليل؟ والله مو مسألة كذا، هي مسألة احترام للفريق اللي انت المنافس اللي انت بتلعب معه. احنا لعبنا مع يعني مع الهلال وكسبناه السنة ذهاب وإياب وما كان يعني فيها، لكن هي في الأخير هي مسألة احترام. يعني الهلال نادي كبير يستاهلوا البطولة. كابتن ايش بدر بينك وايش حصل بينك وبين ناصر الشمال؟ ما في شيء نهائيا، لا بالعكس. ناصر ترى الناصر يعني من الناس اللي ما تعرف، يمكن ناصر من الناس المقربين لي بالعكس. يعني انا بس اتكلم انه الاشياء اللي بتصير خارج الملعب يعني لا من لعيبة نادي النصر ولا من لعيبة نادي الهلال ولا من اي احد هي مقبولة، لأن احنا عملنا داخل الملعب. يعني اذا انت بتتكلم على موضوع هي تعال او هذا الكلام يعني انا اتوقع انه يبان في الملعب اللي يعني الكلام داخل الملعب مو خارج الملعب. كابتن انت بعد تتويج بالدوري ذكرت انك ستحدد قرارك الاستمرار والاعتزال بعد نهائي كاس الملك. ان شاء الله هذه خليها بظروفها ان شاء الله. خلينا الان نشوف ونسوي يعني خلينا نشوف نسوي ايش اللي صار في السنه. الحمد لله على كل حال، لكن اهم في الموضوع انه الجماهير النصراويه لا تزعل علينا. احنا حاولنا كنا نفرحهم، لكن الحمد لله.